بمناسبة عيد العرش المجيد كنجددوا البيعة والوفاء والولاء للملك محمد السادس نصره الله، اللي كيجمعنا به واحد الرابط قوي غير المغاربة اللي كيعرفوه، رابط المحبة والثقة، وحنا كنعتبروه رمز للاستقرار والوحدة والتقدم. في خطاب العرش هضر على بزاف ديال النقاط: التنمية والتقدم، الصناعة والاستثمار، البنية التحتية والمشاريع الكبرى، العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، دعم التشغيل والخدمات، هضر على الانتخابات الجاية، هضر على العلاقات مع الجيران وملف الصحراء المغربية. وما نساش أكيد تحية للمؤسسات الوطنية، كانت تحية خاصة للقوات المسلحة والأمن والدرك والوقاية المدنية والسلطات المحلية على التضحيات اللي كيديروا من أجل الوطن. وترحم أكيد على الوالد والجد ديالو الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس. ومن دابا كنقول اليد الممدودة ماشي خوف، حيت بداو شي تعاليق تيخرجوا من عند الجيران. اليد الممدودة كتخرج من موقع قوة وثقة في النفس. الملك ديالنا كيحكم دولة مستقرة، عندها سيادة، عندها جيش قوي، عندها اقتصاد غادي وطالع الفوق، عندها دعم دولي كبير خصوصا في ملف الصحراء المغربية اللي ولا محسوم عند الأغلبية. اللي كيخاف ما كيطلبش الحوار وما كيعطيش فرص للسلام. الخواف اش كيدير؟ كيبقى مخبي، كيزرع الفتنة، كيستعمل المرتزقة، تيسد الحدود. هذا هو الخواف. الملك ديالنا عارف قيمته ومكانته وقوة بلاده. من طنجة للقويرة، هذا مكان. الله يبارك في عمر سيدي. بيس.